سلام حبيباتي، سلام مشتركاتي الغاليات متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. نقول لكم كامل صحة فطوركم وصحة رمضانكم إن شاء الله نعقبوه بالصحة والهنا إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة تاع حلويات العيد. جبت لكم سلطان المائدة الجزائرية، مقروط المقلى بنين بزاف بزاف، ويجي خفيف وطري لواحد الدرجة ما تتصوروهاش. وبلا ما يتحلكم في المقلاة رايحة نعطيكم جميع الأسرار باه هكذا تنجحوا فيه. تبعوا معايا الوصفة، وقبل ما نبداوها نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوفوا لهنا وش عندي كيلة تاع سمن تكون ذايبة وتكون باردة، يعني دافية شوية، ما ديروهاش سخونة بزاف. وعندي السميد هذا تاع المقروط، عندي 4 كيلات سميد من المستحسن ديروا نوعية جيدة، يعني هذاك اللي يتباع في لي باكي الخاص بالمقروط. للأمانة أنا ما استعملتش السميد الممتاز، يعني استعملت سميد عادي كان عندي في الدار. شريته لقيته خشين يعني يصلح للمقروط، استعملت به يعني صفيته نحيت له الرقيق ودرت به المقروط. بيان سور نديرو شويه تاع الملح للسميد تاعنا باش ما يجيناش المقروط تاعنا مسوس ويجينا صامت. ومن بعد نزيدو له هذاك الإدام ونبداو نبسو فيه بالطريقه هذه، يعني تحكوه مليح بين يديكم هكذا، تقعدوا تحكوا فيه واحد ل5 دقائق ولا حتى يولي يبان لكم باللي كي شغل مشمخ، يعني الحبات تاع السميد تاعنا رايحين يتغلفوا مليح. وكي ديروا هكذا رايحه يتلم لكم، يعني يشكل لكم هكذا ينبول كي تطلقوها عفوا باش راح تتفتت لكم. شوفوا لهنا واش راح نزيد له، هذا السر الاول. عندي بياض بيضة، انا لهنا استعملت يعني كميه قليله. بيان سور نحيت شويه تاع السميد هذاك، من بعد دوك تشوفوا واش راح نديروا به. حطيت هذيك بياض البيضه، شوفوا في كيلو استعملوا بياض بيضه، انا البيضه تاعي صغيره يخشتو كيف نعتها لكم. تبان تاع حمام ماشي تاع الدجاج. استعملت البياض تاعها تالمو لقيتو شويه برك. هذاك البياض نحطو له شويه تاع المزهر، نحلوه في شويه تاع المزهر هكذا، ونروحو نبداو نبلو في السميد تاعنا. المزهر يكون دافي شويه يعني بحراره الغرفه هكذا، باه هذاك السمن ما يتكربع لكمش يعني ما يجمدش. دوكا نبداو نخلطو هكذا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. شوف طريه هكذا، ما ديروهاش يابسه بزاف. دوكا رايحين نلموها بيان سور بلا ما نعجنو كي نعودو نخلطو، يعني غير بصبعنا برك. نلموها نغطيوها ونخليوها تروبوزي واحد ل10 دقائق ولا سا ديبون، المهم تروبوزي شويه. الوقت اللي رايحه نخدم فيه الغرس تاعي، شوفوا لهنا ان الغرس فورته، حطيت بيان سور شويه تاع الزيت في البلان دو طرافاي باش هكذا ما يلصقليش تجيني سهله العمليه. فورته، شوفوا تحبوا تفوروه تحبوا تزيدوا له شويه تاع الماء. والنوعية تاع التمر خيروا نوعية تكون طرية، زدتلو شوية تاع زبدة ولا سمن كيما تحبوا، ودرتلو شوية تاع الجلجلانية، ودرتلو شوية تاع القرفة. ورايحة نبدأ نعجنو هكذا وندخل فيه هذوك الزبدة وبيان سور والزيت هذاك، المهم تعجنوه هكذا باش تتجانس كامل المكونات. الغرس تاعنا لازم تحصلوا على غرس يكون طري هكذا باش من بعدا يقعد لنا الغرس تاعنا طري ما يبسلناش. شوفوا القوام تاع الغرس كيفاش راح يكون. شوف كيما قلت لكم سواء تفوروه سواء تزيدوا له الماء. دوكا رايحه نديرو هكذا حرابش ولا بشكل طولي. انا هنا درت لكم كميه قليله برك، جاتني واحد ل15 حبه ولا هكذاك، يعني انا ماشي هذا قاطويه تاع العيد، درت لكم جوست باش تشوفوا لا غوسيت. شوفوا لهنا شوفوا كيفاه السميد تاعي عاود نشف لي، يعني شرب هذاك الماء كامل. شوفوا كيفاش راهو يتفتت
دركا رايحين نزيد نجيب الماء زهر ولا خليط بين الماء والماء زهر. إلا عاد الماء زهر تاعكم قوي يعني قاصح بزاف، ولا عاد خفيف كيما راهو دوكا اللي راهو يتباع يعني في الأسواق الأغلبية خفيف، نستعملو غير الماء زهر برك. بيان سور نبدا نزيد نبل العجينة تاعي هكذا غير بصبعي بلا ما نعجنها هكذا، حتى نتحصلوا على عجينة تكون ثاني طرية. فوالا بالطريقة هذه خلطوها برك هكذا. شوفوا العجينة تاعي ولات لي طرية. هذا ثاني السر باه ما يجيكمش المقروط تاعكم يابس ويتحلكم ثاني يجي هكذا يتفتت بزاف تالمو ما يكونش شارب الماء، يعني السميد يكون يابس. شوفوا لهنا رايحة نشكل هكذا حرابش، نبدا نشكل في المقروط تاعي، ندير هذاك السميد اللي خليت الخطرة الأولى هكذا باه يجي من برا هكذا محبحب الشكل تاعو مليح. وثاني الحربوش تاعي رايح يتشكل لي بكل سهولة كي ندير له هذاك السميد. شوفوا خاطرش كي زدنا له الماء راهو قريب يعني العجينة تكون طرية بزاف. لهنا تحبوا تزيدوا تخلوها شويه هكذا تزيد تشرب خليوها، انا بديت نخدم ديريكتومون. الحربوش تاعكم شوفوا الحركه هذه باش تخرجوا له الهواء اللي فيه هكذا. دوكا تحبوه حربوش شويه عريض، تحبوه رقيق، دوكا كيما تحبوا الحبات تاعكم الا درتوهم صغار ولا كبار. انا الاولين درتهم شويه صغار ومن بعد كبرتهم شويه هكذا باش تشوفوا يعني الاحجام. شوفوا لهنا تحكموا كوبات كوبات راح تساعدكم بزاف، وتبداو هكذا تطراسيو في الحبات تاعكم باش من بعد تقطعوهم يجيوكم كامل قد قد. لهنا درتو بلا مول بلا والو المقروط هذا كيما تاع زمان. شوفوا كيفاش نسقموا الحبة تاعنا ولا نفينيوها باش تجينا حبة بومبي وتجي باهية. شوفوا تستعملوا الحركة هذه ثاني باش تعاودوا باه تجيكم كيما قلت لكم بومبي. شوفوا تسقموها هكذا في الحواشي بالكوبات وتهزوها ثاني هكذا بالكوبات باش هكذا تحافظوا على الشكل تاعها. لهنا الكوبات نشوفوا ضروري يعني يسهل عليكم بزاف الخدمة. شوفوا ندير معكم حبة واحدة أخرى. الكمية تاع الغرس عفوا ثاني إلا حبيتوه يجي فيه الغرس بزاف كثروا ثاني الغرس، ديروا حربوش يكون عريض، أنا هكذا نحبو ما نحبوش هذاك اللي يجي الغرس بزاف هكذا متوسط كيما راكم تشوفوا. شوفوا الحبة تاعي دركا كي نكمل الكمية تاعي كامل نحطهم هكذا ينشفوا شوية في البلان دو ترافاي باش من بعد الشكل تاعهم ثاني يحافظوا عليه كي نقليوهم. دوكا نروحوا للقليان. القليان شوفوا دركا كيفاش لازم تقليوه. اولا لازم المقله ولا القدره ولا اللي تقليو فيها تكون ثقيله. ثانيا لازم الزيت يكون يغطي الحبات تاع المقروط. هي مليح يكون عندكم هذيك القلايه اللي عندها الشبكه رايحين تلوحوا المقروط وتجبدوا تلوحوا وتجبدوا رايح يتقلى لكم تخي بيان. ملي ما عندهاش كي حالتي وما عندهاش زيت بزاف في الدار يعني انا ما قدرتش نعمر بزاف ما عنديش كميه تاع الزيت بزاف في الدار. شوفوا استعملت هذه الطريقه حطيته وغطيت هكذا الحبات تاعي من الفوق شويه بالزيت جوست حطوهم بداو غطيهم هكذا باش يحكموا لا فورم ومن بعد قلبوهم ثمثم ومن بعد كي يبداو يحمروا لكم عاودوا قلبوهم حتى يحمروا لكم تخي بيان. النار لازم مع الاول تكون النار قويه شويه. كي يحكموا لا فورم ويبداو يحمروا لكم نقصوا له شويه حتى يطيب لكم الداخل ونحيوه. بيان سور كي تنحيوه حطوه ديريكتومون في العسل. خليوه شويه في العسل بدون اضافه العسل ومن بعد حطوه يتقطر ومن بعد المقروط تاعنا يكون واجد كيما راكم تشوفوا. شوفوا جاء روعة وجاء خفيف يشهي كيما راكم تشوفوا تبان لي الصوره راهي تعبر على روحها. هذاكشي لهنا راهو موش معسل مليح يعني غير خطره واحده. نتوما كي تبغاو تقدموه عاودوا له التعسال وثاني راهو مازال شويه سخون هكذاك وشوفوا كيفاش جا. هذاكش ثاني السميد عفوا اللي استعملته ماهوش نوعيه ممتازه سميد عادي بصح جاني روعه. نتمنى تجربوا الوصفه. سلام.